طب احنا لايف. لايف؟ برضو مصممة تتكلمي في الموضوع. مصممة؟ طبيعي جدا ان انا اتكلم، مش حكاية مصممة، مش طيب. محتاجة تصميم. خلينا نتكلم في الموضوع. هو بصراحة الراجل يعني يستاهل. مقامة يعني. قوليلي بس، في حد دخل؟ في ناس كتير. طيب. بصي يا ندى، طلعي الاول البوست بتاع الدكتور حسام موافي. قولي للناس مين هو دكتور حسام موافي بسرعة بس، يلا الاول. بصوا يا جماعة، دي تاني حلقة من حلقات مش هسكت. اول واحدة عملتها الاسبوع اللي فات كانت بتاعت ميار الببلاوي، ودي تاني حلقة. طبعا الناس كلها عارفة ان دكتور حسام موافي هو استاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، وله سمعة كبيرة جدا جدا، ومعروف في السوشيال ميديا لانه بيعمل فيديوهات ودايما عنده تواصل اجتماعي في المواضيع دي كلها. هو رجل يعني ساعات كتير جدا جدا بيعمل فيديوهات للناس بتستفيد منه. طيب، نقطة من أول السطر. دلوقتي يا جماعة الفيديو اللي انتشر، اللي هو الناس كلها معترضة عليه، بتاع الدكتور حسام، هو بيقبل يد الأستاذ أو سيادة النائب أبو العينين. عايزة أسأل سؤال يا جماعة، هو انتوا بتستفادوا ايه؟ يعني انا بعتبر انه الدكتور حسام هو رمز ودكتور شاطر ومهني ومفيد وبيضيف لمعلوماتنا وبيوسع افق تفكيرنا وبيفيدنا بكل المعلومات اللي ما بيبخلش علينا بيها. وعايزه اقول لكم انا عمري في حياتي ما قابلته، بس انا مبدا ان انا لما بني ادم يقع واجيب كل السكاكين واقعد اشرح فيه، انا مش بحب ده حقيقي، مش بحب ده ابدا. طيب انتوا معترضين انه بس ايدين ابو العينين، طب احنا شرفنا بينهم ايه؟ يمكن الراجل مثلا واقف جنبه في محنة، يمكن الراجل واقف جنبه في موقف. يعني انا لما بكون مع الشيخ بتاعي، شيخ جابر البغدادي حبيبي، انا بجري وراه عشان ابوس ايديه. لما ما بيرضاش بروح نازله وبايسه طرف جلابيته من محبتي ليه و التعليم والثقافة الدينية اللي باخدها منه، لأنه بيرفع من شأني. كذلك الدكتور حسام موافي بيرفع من شأننا كلنا بعلمه. احنا ليه كده؟ احنا ليه السوشيال ميديا عندنا بقت جلد، عبارة عن ذبح؟ يعني ليه كلنا مسكنا السكاكين وعايزين نذبح الدكتور حسام؟ دكتور حسام انا اللي اعرفه انه راجل محترم، وانتوا كمان عارفين انه راجل محترم. بتجلدوه ليه؟ بتهنوه ليه؟ تنتقدوه ليه؟ بتعذبوه ليه؟ بتحرجوه ليه؟ بتهنوه ليه؟ ايه يعني لما بس ايدين ابو العينين؟ غلطة يا سيدي عملها، راجل كبير، راجل كبير، راجل كبير في السن، احترموه. عيب احترموه. ليه السوشيال ميديا يا جماعة بقت يعني وصلت لهذا المستنقع؟ ليه السوشيال ميديا بقت متقسمة حروب، بقت متقسمة جيوش، بقت متقسمة لجان، بقت متقسمة ناس جهلة قاعدة ورا الحديدة وناس عندها أهداف. ايمي بتقولك دكتور حسام موافي ومحترم جدا.
جدا يا ام، جدا. انا بتفرج عليه وبشوفه وبسمعه. طب مش كفايه عليا المعلومات اللي باخدها منه؟ انا مالي بس ايد مين ولا عمل ايه، هو حر. ده كان في مناسبه خاصه. ومنال بتقولك كلامك صحيح والله. ده مبدئيا يا منال، مبدئيا ده كان في مناسبه خاصه، ده مش على الهوا في برنامجه عشان احاسبه. عارفين لو في برنامجه انا هزعل، انما ده واحد في مناسبه خاصه. كانت ايه المناسبه؟ في كاتب كتاب. مش عرفكوا ايه اللي ما بينهم، مش عرفكوا هو حس بايه وقتها، مش عرفكوا يمكن ابو العينين وقف جنبه في موقف انساني، حس انه ده اخ، حس انه ده انسان رحيم، فما لقاش الا انه يقبل ايديه. ورانيا بتقولك عندك حق يا بسمة، فعلا دي ناس فاضية قسما بالله. ناس فاضيه وناس تافهه وناس ما عندهاش تربيه وناس حقوده وناس عايزه انها تهوج في الهوجه. عيب يا جماعه، عيب، عيب. ده راجل اسمه رمز في مصر، عيب انكم تعملوا فيه كده. دكتور حسام راجل محترم، ما يستاهلش مننا كده. عيب. زمانه قاعد في بيته عامل ازاي دلوقتي من الهجوم اللي انتوا عاملينه عليه. وجيهان بتقولك دكتور محترم، وحضرتك صح فعلا. زمانه قاعد ازاي في بيته، زمانه ازاي يخرج لجمهوره بعد الجلد والفضايح والإهانة والهجوم عليه. صح يا ولاء، هو انسان محترم فعلا، بس الناس غريبة جدا، هم عايزين اي حاجة بقى يتكلموا فيها. فأنا برجو من السوشيال ميديا إنها تتراجع وتحترم نفسها. على فكرة شيري كومنتك حلو جدا، بتقول ممكن يكونوا اصحاب جدا وبينهم عشرة وعشم ومودة. برافو عليكي. يمكن فرحان له إنه عنده جوازة، ولا هو كان بيجوز مين؟ أبو العينين بنته؟ يمكن فرحان له، فبدل ما يبوسوا في خده وترجعوا تقولوا ياه هو في رجاله بتبوس بعض في خدها، انتوا مش عاجبكم حاجه ابدا. ايه الزمن اللي احنا فيه ده؟ احنا ليه بقينا كده يا جماعه؟ حرام عليكم. يا منال برافو عليكي. بتقول ايه منال؟ انت ست صريحه، وهو حر، وابو العينين له الاحترام، رجل خير جدا، انا من الجيزه واعرفه، ده اكتر حد بيعمل خير. يمكن مش عمل فيه هو خير، يمكن عمل لحد من طرفه خير. منور يا اسلام. ايه في ايه يا جماعه؟ في ايه؟ بطلوا جلد في الراجل، حرام عليكم. راجل كباره، راجل محترم. انا بجد حزينه عليه، قلبي وجعني، لان ما بحبش الناس الكبيره في السن دي انها تهان بصراحه. هي ما بتشتمش على فكره شعب مصر، هي بتقول مين اللي انت بتقولني كلام ليه انا ما قلتوش؟ هي بتقول حرام، كفايه جلد في الراجل. خلاص يبقى انت من الناس اللي بتعمل كده على طول تماما، ولو مش عاجبك كلامي اطلع بره صفحتي. منوره يا سما. انا مصممه انه الدكتور حسام موافي اتظلم. اكتب تعليقك يا يوسف وطبعا اقراه. والدكتور حسام موافي كفايه عليه كده. ويا دكتور موافي اطلع ولا يهمك، انت راجل ليك احترامك. اللي بيقولوا الكلام ده هم ناس قله قد كده، واللي بيحبوك وبيكنوا لك كل احترام قد كده. اوعى تفتكر ان هم دول، لا، دول اللي ورا الحديدة والمغرضين والممنهجين واللي شغلتهم كلها شر. واحنا عارفين ان انت راجل طيب، واحنا عارفين ان انت راجل محترم. اطلع من دكتور اسامة وما تتكلمش في الموضوع، ولا كأنه في حاجة حصلت، ولا كأنه في نملة بتتكلم. اطلع كمل. أسامة بيقولك دكتور حسام كبير ذو قيمة، وكمان انه يقبل ايد صديقه او من فعل له شيء يستحق المحبة تقبيل ايد الاب. ايه يعني؟ صحيح. اخ مثلا، ابن. احنا ما نعرفش ايه نوع العلاقة اللي ما بينهم. حرام عليكم بقى، تقول ليه؟ انتوا عايزين تودوا السوشيال ميديا دي لحد فين؟ بصوا، انا برنامجي ده اسمه مش هسكت.
اماني بتحبك قوي. وهجيب حبيبتي يا اماني ربنا يسعدك، هجيب اسماء كل الناس اللي غلطوا في الدكتور حسام وهخليه معايا نقضيكوا بالاسم. اسامه هم بيبقوا عارفين يا اسامه وموافقين على كده. مين دول؟ بيقول حاجات في الشغل بتاعنا، البرنامج ومش البرنامج، فانا بقول له كده يعني. ما احنا في حاجة تانية دلوقتي، لما نفتح موضوع العرافة نبقى كل واحد عايز يسأل. بنتكلم يا روما على دكتور حسام موافق. انا بتكلم دلوقتي عن راجل كبير في مقام ابونا، اخونا الكبير، راجل محترم، كل ما يطلع لنا يدينا معلومة ويفيدنا ويضيف لينا وبينور بصيرتنا وبينور عقولنا. صح نعمل يا فيه رانيا كده، والله. نعمل فيه كده، يصح نعمل فيه كده. بقالي قد ايه دلوقتي عشان مش عايزه اكتر يا ندى؟ بقالي قد ايه؟ لا يعني بقالنا مش عايزه اكتر مش كتير، بقالنا 10 دقايق كفايه. بصوا يا جماعه، انا برجوكم كل الناس اللي بتسمعني وهتسمعني انها تنزل بوست عندها، ان احنا نعمل بوست ان احنا يعني بنحبك يا دكتور موافي، واطلع وكمل وما يهمكش ياما دقت على الراس طبول. صح يا دينا والله. دينا بتقولك الناس لو ما انتقدتش تموت، ده اكتر بني ادم مريح في الدنيا لما بيتفرجوا على فيديوهاته. دي حقيقة والله. فيديوهاته جميلة وحلوة، ليه تعملوا فيه كده؟ ليه تخلوا راسه في الارض؟ ارفع راسك فوق يا دكتور موافي. صح يا سمر. انت فوق الكل، ارفع راسك لفوق، ما يهمكش حد. احنا بنحترمك وليك جمهور كبير بيحترمك. اوعى تفتكر ان الشوية الصغيرين اللي هم لسانهم ما بيطلعش غير الاذية ان هم دول جمهورك. لا، منال انتي ست محترمة. منال بتقول ان ابو العينين خيره علينا كلنا في الجيزة. راجل خير، راجل طب بتاع عايزين يعني. ايه؟ عايزين ايه؟ سيبوا الناس في حالها بقى، سيبوا الناس في حالها، وخصوصا الناس الكبار. ايوه يا عبير. بصوا يا جماعه، رجال الدين محدش يجي جنبهم. الناس الكبار بصوا يعني محدش يجي جنبهم خالص خالص، عشان دول لا حول لهم ولا قوه. صح يا بودي والله. بودي بيقولك احسن واحد بنتعلم منه ونستفيد منه في الطب وعلاقة الطب بالقرآن وكمان عايزين بقى تحرمونا من ده؟ لا، دكتور حسام اطلع لنا، اطلع ولا يهمك التخين، اطلع ولا يهمك اللي اتقال. احنا كلنا منتظرينك تطلع وتتكلم، وانسى اللي حصل وما تسمعش كلام حد ولا كأن في حاجة اتقالت. انا برجوك يا دكتور حسام، بترجاك انك تطلع. صح يا سارة. اطلع واحرقهم، اطلع واحرقهم كلهم. انت قيمة وقامة، واحنا منتظرينك قريب. اشفي غليلنا وصدورنا، اثلج صدورنا، مستنينك يا دكتور حسام. اقفلي.